السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جايبتكم شغله جديده وراح تقولوا شو هي اكيد. هذا عندي هون صدر دجاج، بس هذا قطعه واحده طبعا، جايبه انا كيلو، وهذا تقريبا اخذت نصه، وهون النص الثاني قطعته قطع. هاي قطعه بهذا الحجم. وعندي هون الشياشه، في عم نسميها، رح نسميها سياخ خشب، بس نحن اليوم رح نشويهم، بس ما نشويهم على الفحم ولا بالفرن، رح نشويهم بالطواية بس على الحرارة، بدون لا زيت لا سمنة لا زبدة لا أي شيء نحط يعني. هذا طبعا هلا رح انقعه، حط له البهار مشكلة وفلفل أحمر وكركم وملح. عندي هون كمان زيت، رح انقعهم شوية، تبلهم وخليهم شوية يعني ياخذوا من بعض هول البهارات وهيك. وهون عندي ست البيت، راح افرمهم ناعم، ومعاهم قطعة ليا يعني 150 غرام من ليا، راح اخليها معاهم. راح افرمهم كلهم مع بعض وارجع اشوف فيكم كيف. هاي طبعا عندي الليا مثل ما قلت لكم، راح اخليها معاهم وافرمها واسويها ناعمة. وهلا هون بعد ما سويتها بست البيت وسويتها هيك كتير ناعمة، شوفوا يعني كتير ناعمة، صارت مثل العجينة. هلا فيني اقدر اسويها طبعا بالشاش اللي لكم عليهم، راح اشوف لكم كيف. اول واحد سوي واحد قدامكم وبعدين كمل الباقي برجع لكم. هلا اسوي اول واحد. طبعا بالنسبة في كتير بنات ما بيحبوا يطبخوا بالبيت، بحبوا كل شيء يجيهم جاهز. فهاي الاكلات كتير سهلة ترى، يعني ما بتتعب، بالعكس تستمتعي كتير لما بتعملي هيك اكلات، وبتحسي بالنكهة والطعم لما مسويه بايدك، مو مثل لما بيجي حدا وطابخ لك اياها او جايب لك اياها جاهزة ما بتعرفي المطعم اللي انت جايبة منه شو مصدر اكله، او هو نظيف لما وسخ. ما بعرف، انا الصراحة بحب اسوي اكتر اشياء بالبيت. هلا هي اول واحد سويته. هلا راح اسوي الباقي وشوفيكم للنهاية بالتدريج، شوفيكم. هاي هوني بقدر هيك مده مشان لا يصير معي سميك. هي طبعا اللي هي معه خليتها ليش؟ مشان لانه صدر فروج لما بدك تشويه وما معه شي بيطلع هيك يعني انه مثل بيغصص ناشف، بس ما تحطي له اللي في عم تحط له شحمه. انا مو ضد هاي الشغله، اللي افضل من الشحمه، فبيعطيك هيك طراوه، وبالاكل بيعطي نكهه طيبه زكيه كثير بالاكل. هلا بكمل ان شاء الله الباقي وبشوفيكم بالنهايه شو النتيجه. وطبعا بالنسبه لهدول قلت لكم انه انا رح انقعهم بالبهارات شوي زيت، رح اكمل هدول اول شيء بكمل هدول سياخ الكباب، وبعدين هدوليك رح ادي فيهم بالاخير. وهلا هون شوفوا الكميه خلصتها. هون القطع، شوف منظرها شلون مشهي. وهلا رح اروح ابدي بالشوي. وهلا هون راح ابدا طبعا ابدي شوي اول اثنين. هاي الطاوله مثل ما كنت حاطه على النار وحميته، سويت درجة حرارته يعني كثير قوية. هلا هون جنب بعض وبنتظر عليهم الى ما يستوي الوش الاول، وبعدين بقلبهم بشوفكم هلا شلون النتيجة رح تطلع كثير جميل، حتى منظرهم مشهي. وهلا هون شوفوا مثل ما عم يستوي الوش، عم بديره على الوش الثاني، وابدا ما شاء الله ما رح يلزق معاكم. اذا فينك تحطي عليه شيء وتكبسيه، انا طبعا هيك بدوس عليه. وهلا هون نكون خلصنا، وهي النتيجة. شوفوا شلون، طبعا الشكل والطعم شي خرافي. إذا عملكم ما مستوي، شوفوا كثير مستوي.
ان شاء الله يا رب تجربوها وتعطوني رايكم.